الصعوبات اللي واحد يكون بيتكلم عربي وعايز يتكلم انجليش بيقابلها. هنتفق مع بعض ان اللغات بتبقى فيها حاجات مشتركة وحاجات مختلفة. يعني كل اللغات فيها حاجات مشتركة، زي كل اللغات فيها فاعل وفيها افعال وفيها حروف جر، كل اللغات فيها الفكرة دي. لكن في حاجات بتبقى مختلفة. الحاجات المشتركة في اللغات متبقاش فيها أي مشكلة خالص، لكن المشكلة أو الصعوبة شوية بتيجي من الحاجات اللي بتبقى مختلفة من لغة للغة. يعني في لغة فيها حاجات واللغة التانية مفيهاش الحاجات دي اللي بتعمل لخبطة شوية في الأول. فدايما أكتر الصعوبات اللي بتقابل حد بيتكلم أصلا عربي وعايز يتكلم انجليش، من اكتر الصعوبات دي بتبقى حاجات معينة. هنتكلم عن اهمها وممكن نناقش كل نقطة منها في فيديو مستقل بيها. من اكتر الصعوبات فكرة الأزمنة. من أكتر الصعوبات فكرة الأزمنة، وطبعا الموضوع ده محتاج أكتر من فيديو، بس احنا بنتكلم في الفكرة الأساسية بتاعتها. فكرة الأزمنة في اللغة مختلفة في الإنجليش تماما عن العربي. وعشان كده دايما حتى ممكن يكون حد بيعرف كلمات إنجليش وبيعرف إنجليش معقول، لكن أكتر حاجة بيغلط فيها الأزمنة. مش بيعرف يقول الجملة دي في مضارع بسيط ولا مضارع مستمر ولا مضارع تام. طبعا دي أكبر حاجة بتعمل لخبطة ومشاكل كتيرة جدا، لأن فكرة الأزمنة أصلا في الإنجليش مختلفة تماما عن العربي. دي من الحاجات المهمة جدا، فكرة الأزمنة نفسها. والموضوع ده محتاج أكتر من فيديو، لأن الموضوع يعني مهم عشان نتكلم إنجليش كويس. فمن أكتر الحاجات فكرة الأزمنة نفسها، دي أول حاجة. من الحاجات المهمة التانية جدا برضو إن فكرة إن الإنجليش مفهوش حاجة اسمها جملة مبتدأ وخبر مش زي العربي. يعني الجملة لازم يكون فيها فعل. دي برضو من الحاجات اللي بتلخبط، وممكن يتناقش برضو في فيديو خاص بيها. من الحاجات المهمة برضو اللي بتعمل لخبطة شوية في الأول اللي هي أدوات النكرة. إن الإنجليش فيه أدوات نكرة، مش بس الإنجليش، كل اللغات الأوروبية الغربية فيها أدوات نكرة. العربي مفيهوش أدوات نكرة. فهي الفكرة بتبقى امتى بنستخدم ادوات النكره وامتى ما بنستخدمهاش. فهي المشكله ان العربي ما فيهوش ادوات نكره. فدي اكتر الحاجات وممكن نتناقش فيها في فيديو مستقل لكل واحده فيهم. ثانك يو.